أهلا ومرحبا بكم في قناة زاهد للأبراج. أهلا بيك يا برج الجدي. النهاردة هنتكلم يا برج الجدي عن قراءة تفصيلية من يوم 3 أغسطس حتى يوم 10 أغسطس لعام 2023. أهلا بيك مرة ثانية يا برج الجدي. القراءة دي قراءة عامة، يعني تنفع لرجال وسيدات برج الجدي، وكمان تنفع لجميع الأعمار. أهلا بك مرة ثانية يا برج الجدي. القراءة دي قراءة هامة يا برج الجدي، لأنك في فرحة ليك أنت كنت منتظرها وهتتحقق ليك إن شاء الله. الفرحة دي هتكون سبب تغيير في حياتك، سواء العاطفية أو الشخصية أو العملية أيضا أو الصحية. يعني هي في فرحة يا برج الجدي أنت كنت منتظرها، وربنا هيحققها لك يا برج الجدي في هذه الفترة. ولكن يا برج الجدي خلي بالك خلي بالك خلي بالك خلي بالك من الناس اللي هم يعتبروا أعدائك يا برج الجدي، اللي انت عارفهم، لأن نجاحك بيزعلهم. لأنك هتلاحظ يا برج الجدي لما هيشعروا إنك فرحان وإنك سعيد وإنك حققت أحلامك وإنك في طريق صحيح وماشي بنجاح ثابت، هتلاحظ ان مفيش حد بيفرح لحد لما بيكون ناجح او بيكون احسن منه. حتى يا برج الجدي لو ضحك في وشك او ابتسم في وشك، ولكن هو من الداخل بيقول جواه، يعني بيحقد عليك او بيغير منك او مش عايزك تصل الى المكانة اللي انت فيها دي يا برج الجدي، او المال اللي انت هتكسبه يا برج الجدي، او الحبيب اللي انت هتتصالح معاه او بتحبه يا برج الجدي، او هتتلاقى الحبيب اللي انت كان نفسك فيه. فبص يا برج الجدي، في بعض الأشياء أنت لازم تخلي بالك منها بصراحة. داري على شمعتك يا برج الجدي عشان تجيد، يعني بيقولوا في المثل داري على شمعتك تجيد، دي حقيقة يا برج الجدي. حاول إنك تنجح في السر، حاول إنك تحب في السر، حاول إنك تكسب مال في السر، حاول إنك تتعالج في السر، حاول إنك تعمل كل شيء في السر يا برج الجدي. لأن في ناس حواليك يا برج الجدي عايزينك زي شاشة التلفزيون، بيتفرجوا على مسرحية أو مشهد أو مسلسل، عايزين يعرفوا أحداثك اليومية. لازم كل يوم يا برج الجدي أنت بتعمل إيه، أكلت إيه، شربت إيه، لبست إيه، اتفسحت فين، حبيت مين، صحتك عاملة إيه، اشتغلت إيه. الحاجات دي كلها يا برج الجدي وهم حاطينها يعني في دماغهم، وحاطينك أنت في دماغهم علشان نجاحك بيزعلهم يا برج الجدي. فأنا نصحتك إنك تعمل كل شيء يا برج الجدي في السر. يعني صحتك بدأت تتحسن يا برج الجدي، خليها بينك وبين ربنا وبينك وبين نفسك بس يا برج الجدي. بلاش تظهر قدامهم إنك أنت خلاص أصبحت صحتك تمام وزي الفل، عشان العين بتفلق الحجر يا برج الجدي. فخلي بالك من الحاسدين اللي حواليك يا برج الجدي. صدقني يا برج الجدي، ممكن يكون الحاسدين دول بس مش من زمايلك أو من أصدقائك أو من جيرانك، ممكن يكون من الأهل ومن الأقارب. فخلي بالك من ده يا برج الجدي. كمان يا برج الجدي بالنسبة لعملك هيكون في تحسن في العشر أيام الأولى دول يا برج الجدي، ولكن المال هيكون بكثرة في نهاية الشهر. وأنا هنزل فيديو يا برج الجدي على هذا النصف الأول والنصف الثاني، فتابع معايا في القناة، بحيث لو انت اول مرة تشوف القناة شرفني بالاشتراك وفعل زر الجرس ودوس على اللايك. برج الجدي هيكون عندك ايضا في الصحة، البعض منكم مش الكل ممكن يكون في حد تعبان او هيشعر انه يعني حاسس نفسه تعبان. يا ريت يروح يعمل تحاليل ويكشف عند الطبيب عشان يلحق الحاجة من اولها. يعني يعرف نفسه تعبان يكشف يزور الطبيب، لأن الطبيب هيساعده على تحسين حالته بإذن الله. من الناحية العاطفية أصحاب برج الجدي، البعض الغير يعني مش كل المتزوجين، البعض منهم هيكون عنده سفر للسياحة، والبعض منهم أيضا هيكون عندهم افتتاح مشروع جديد. يعني ممكن تفتح يا برج الجدي محل جديد، مكان جديد تبيع وتشتري فيه يا برج الجدي، تتاجر فيه بمعنى أصح.
انت والحبيب هتكونوا يعني مصلحتكم مشتركة، وباين ان في تفاهم هيكون شديد بينكم وبين بعض. كمان البعض منكم هيكون عندي سفر، ممكن يروح يعني للخارج، كمثلا نقول للشغل أو للعمل. البعض منكم أيضا للمتزوجين هيكون عندهم ولادة طفل جديد بإذن الله، وهيكون سبب السعد والخير ليهم. والبعض منهم أيضا هيكون في نجاح لأحد أطفالهم أو أولادهم، فيكون برضو سبب نجاح وسعادة لهم. أما الغير المتزوجين، في فرص كثيرة يا أصحاب برج الجدي في شهر 8 وفي شهر 9. ولكن يا برج الجدي عايزك تركز دايما في اختيار الفرصة المناسبة ليك، ولا تتردد في الاختيار يا برج الجدي. أما المنفصلين فدائما بنصح المنفصلين، إذا كان في رجوع للحبيب الأولاني فتوكل وارجع، وبلاش عند. لا، مش هينفع ترجع وهو بيعاند قصادك ومش عايز يرجع لك. خلاص اغلق الصفحة وابدأ تدور وتبحث عن حب جديد يملأ حياتك يا برج الجدي. ما تعيشش على الماضي والأوهام، عيش حياتك كما تريدها يا برج الجدي. أنا مش هطول عليك يا برج الجدي، ولكن لو أول مرة في القناة شوفني، شرفني في الاشتراك، وإلى اللقاء.